بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس وتماف إيرين. مين هي هالة الأشقر وإيه دورها في أسلمة الفتيات القاصرات جبريا؟ رد قاطع على كل اللي بيحصل، رد قاطع وتفسير للجماعات الإسلامية الممولة. نشر أستاذ رامي كامل على صفحته الشخصية بوست كان لازم أصغر مسيحي الأكبر مسيحي يجاوب على الأسئلة الموجودة وعلى المهاترات اللي بتتشارك على الملأ كأن الناس هابلي أو مغمية عينيه. الموضوع باختصار، أستاذ رامي كامل الناشط القبطي نشر على صفحته الشخصية الكلام الآتي. قال: السيد المسؤول عن معرض الكتاب دي عملية أسلم وطعن في المسيحي بتتم بصورة مباشرة وصريحة. وكمل: وحضراتكم بتوفروا لها الدعم ولا أنا غلطان؟ اتكلم بالتحديد عن واحدة اسمها هالة الأشقر. قال إن هالة الأشقر بتمارس عملية أسلمة لقاصرات، وواضح من الصورة إنهم دون السن، وبتطعن في المسيحي في معرض كتاب برعاية الدولة. فهل ده أمر قانوني؟ قبل ما أدخل بحضراتكم للي قالته هالة الأشقر وللي اتكلمت بيه واللي بمنتهى السذاجة عايزة تفهم المسيحيين إن كلامها صح. هالة الأشقر تبقى زوجة واحد اسمه أحمد سبيع، واللي بيدعوا إنهم دعاء إسلاميين. لا يخفى على حضراتكم إن دي أحد الأذرع للأسلمة الجبرية. أيوة، خطط ومخططات، مش الكلام اللهبل الجايلين، واللي أي عيل في كيجي في حضانة جوا مدارس أحد يقدر يجاوب على الأسئلة العبيطة اللي قالتها. جايبة بنتين صغيرين خالص في معرض الكتاب ومسكاهم كتب ومتصورة معهم، ونزلت على صفحتها الشخصية الكلام الآتي، وعايزة حضراتكم تركزوا في كل حرف فيه، وهجاوب في وسط الكلام وحضراتكم كمان جاوبوا في التعليقات. هقولها لكم بالعامية للتبسيط. قالت إن امبارح اتكلمت مع بنتين، بنت اسمها ميرني وبنت اسمها استير. اتكلمت مع البنتين مع بعض. قالت اتكلمت معاهم ما يقارب على ساعة ونص، واتكلمت إن كان معاهم الجزء الثاني، بس الجزء الثاني من الكتاب بتاعي. وكملت كلامها وقالت بعت استير لدار الزيات عشان تاخد الجزء الأول من دكتورة شاهندي. بعد كده رجعت لمكاني اللي أنا كنت قاعدة فيه. وكملت وقالت كملنا الحوار اللي كنا بدأناه سوا، واتفقني إن احنا نعتبر نفسيني بدون دين. وكملت كلامها وقالت إنها تاخد البنتين الصغيرين دول وتتناقش معهم بمنطقية وموضوعية بدون تحيز، وتشوف أيهما منطقي أكتر، يعني الدين المسيحي اللي منطقي واقعي ولا الدين الإسلامي. كملت كتبتها في البوست بتاعها وقالت في وسط الحوار، قالت ميرني ربنا رحيم، كان لازم حد يموت بدل آدم اللي حكم عليه بالموت، فمن رحمته مات بدلا عنه. أصبر عشان التقيل جاي ورا. قالت له الله قال لآدم لو أكلت من شجرة المعرفة موتا تموت، والشيطان قال لآدم لو أكلت من شجرة المعرفة ستصير كالله عارف الخير والشر. صح كده؟ البت قالت لي أيوة صح تمام. كملت وقالت لي لكن لما آدم ومراته كلوا من الشجرة إيه اللي حصل؟ أستير ردت عليه وقالت لي حكم عليه بالموت. ردت عليها وقالت لي أيوة احنا عارفين إن حكم الموت ده كان من الأول، لكن النتيجة كانت إيه؟ قالت لها يعني إيه؟ اصبر بس عشان تعرفوا الست دي دماغها موديها لفين. قالت لي إن آدم أصبح كالله عارف الخير والشر، فمين كلامه تحقق، الشيطان ولا الله؟ فردت وقالت ميرني سؤال حلو وقعدت تضحك. فردت عليها وقالت لي ما تضحكيش، برضو بسألك وأقولك مين اللي كلامه تحقق. فردت استير بتوتر قالت إن ربنا نفذ حكم الموت لكن على نفسه لأنه رحيم. وراحت اتوترت استير ووقفت. فراحت هي قالت لي لا ثواني يا استير، قولي يا ميرني مين اللي كلامه تحقق. قالت لها ميرنا بكل تعجب الشيطان اللي كلامه تحقق. ردت عليها الأشقر وقالت لي ايه اللي حصل بعد كده؟ ردت عليها ميرنا وقالت لي ان آدم ما ماتش، معنى كلامها دي انه الشيطان هو اللي كلامه تنفذ مش الله. كملت وقالت لي ان الله خاف من آدم انه ياكل من شجرة الحياة ويحيا للأبد. وأضافت ان من خوف ربنا من آدم عمل حراسة على شجرة الحياة، عمل حراسة من كروبيم وليه بسيف من نار متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة.
ردت أستير وقالت له الكلام مكتوب فين في الإنجيل؟ فين يعني؟ فردت عليها الأشقر وقالت له إنه مكتوب في سفر التكوين، وقالت لها الشاهد بتاعه. مشكورة طبعا. وتطرق الحوار برضو لميرنا فقالت طيب ما شجرة الحياة كانت حلت الموضوع وترك آدم يأكل منها وخلاص. قالت لها الأشقر برافو عليكي، ليه يموت بدل عنه طالما كان ممكن يخليه يأكل من شجرة الحياة ويحيا للأبد. قالت لي كان لازم ربنا يموت بدلا عن آدم لأن أجرة الخطية موت، ولأنه بيحبني رفع العقاب بدل آدم ومات هو. ردت الأشقر وهي بتبتسم طالما الحكم لم ينفذ وآدم ما ماتش ورجع في حكمه عليه، فكان من باب أولي إنه يغفر له. كده رجع في كلامه ولا الحديث بقي. بداية أحبائي لو لسه مستنين معاي اسمعوا برضو لكم رأيكم اللي هتعلقوا بيه. أي حد في حضانة في مدارس أحد هيعرف يجاوب أسئلتها العبيطة ده. بداية ولا هصدق الأشقر ولا هكذبها في اللي هي قالته، هيبقى للحوار شقيا. بداية لو الحوار حقيقي وهي وقفت عيال في إعدادي عشان تسألهم عن اللاهوت وعن حاجات حساسة في الدين، كان مفروض إنها تشوف حد أكبر من كده، وكان مفروض إنها تكلم كل سن وكل مرحلة على كد عقليته، على كد اللي يقدر يفهم. يبقى بداية لازم ناخدوا بالني من حضانة الحد سن كلي إن نثقف ولادني ونعلموهم كويس قوي أصول الدين، نعلموهم كل صغيرة وكبيرة. وفي هذا السياق على قول أستاذ رامي هو معرض الكتاب مفتوح ليا عشان يصطادوا بيه المسيحيات القاصرات ويضحكوا عليهم ويلفوا دماغهم مرة بالإغواء ومرة باللعب في دماغ زي كده. ثانيا احنا مش خايفين من اي حاجة لان ايماني مبني على صخرة. اما لو اتجهنا للشق الاخر وهو انه الحوار ده اصلا ما حصلش الا في خيال الاشقر وهي مجرد صورة اخدتها مع البنات تفاريح والحوار كله من عندي، احب اجاوبك ببساطة. ربنا في سابق علمه كان عارف ايه اللي هيعمله ادم بالظبط. ربنا لما حذر ادم حذره زي ما بتقول ان فيه ثواب وعقاب عندكم وفيه صيام وعدم صيام، اللي هيصوم هيحصل له كذا وكذا واللي مش هيصوم هيحصل له كذا وكذا، اللي هيعمل عندكم حسنات وصالحات هيحصل له كذا واللي هيعمل سيئات هيحصل له كذا، ومهما عمل قدره مش هيتغير. ده بالنسبة لوجهة نظركم، لكن في الخطية الجدية خطية أبونا آدم ربنا أحب آدم وهو كان قادر إن يعمل آدم جديد، آدم مختلف عن آدم اللي غلط ولخبط وراح كسر الوصي. من ناحية ربنا رحيم، ربنا رحيم جدا جدا مراحمه لا تعد، لكن الله بجانب إنه رحيم الله عادل جدا، عادل جدا لأن كلام الملوك لا يراد، الملوك ما بترجعش في كلامه وده عبر التاريخ، فما بالك لما يبقى الله هو ملك الملوك. ولو آدم ما كانش عمل الخطية وأنا مش هدينه، لأني أنا لو مكانه كان ممكن قوي إن تغريني جو التفاحة وأروح أكل مني، أنا مش أحسن منه. لكن حكم الموت اللي اتحكم على آدم ما كانش حكم موت فعلي، يعني اطب ساكت بمجرد ما ياكل التفاحي زي ما الأشقر فاهمي، لكن الموت الحقيقي اللي اتحكم على آدم هو انفصاله عن الله. آدم كان ربنا عطيه الحياة للأبد، كان هيعيش مع ربنا إلى ما لا نهاية، لكن اتحدد عمر الآدم وزي ما حضراتكم عارفين سنه. وكون الأشقر بتقارن الله بالشيطان وبتأيد إن كلام الشيطان هو اللي طلع صح، يبقى الصراحة أنا معرفش هي بتعبد إيه بالظبط، لأنه لو كلام الإنجيل غلط وكلام الإنجيل أيد القرآن الكريم وقال إنه كل كلمة فيه صحيحة وما تقولوليش محرف، لأنه لو محرف هتقول الأصل من أي مكان، هتقول الأصل عشان أنا أصلا عايزة أقارن ما بين الإنجيل المحرف والإنجيل الأصلي، إذ ربما عيوني أنا كمان تتفتح، وأنا في الوقت ده برضو بناقش بموضوعي. أما عن إنه الشيطان كلامه طلع صح وكلام الله طلع غلط فهو ده عين الغلط، لأن البني آدم أو آدم ومراته حواء عيونهم انكشفت، يعني بقى يعرفوا يميزوا ما بين الخطية، يعني بقوا يحسوا إنهم عريانين، بقوا يعرفوا الخطية اللي ما كانوش يعرفوها، زي براءة الأطفال الصغيرين اللي عيونهم ما بتعرفش الشر.
لكن طبعا مستحيل انه يكونوا وصلوا لمعرفة الله، يعني عمرهم ما هيبقوا كانوا ولا هيكونوا انهم بقوا مثل الله عارفين للخير والشر وعارفين كل حاجة في الحياة. لكن كل اللي حصل ان البراءة اللي كانت فيهم، الطيبة اللي كانت فيهم، انهم ما كانوش يعرفوا غير الحاجة الحلوة بس، انتهت واصبحوا بيشوفوا كمان الوحش. زي كأنه طفل ضلع من حضن أبويه اللي كانوا بيحموه وبيوروه كل حاجة حلوة لحضن الشيطان اللي ما بيوروهوش غير الوحش. الله بسابق علمه زي ما قلت لحضراتكم كان عارف إن آدم هيعمل كده، وهو ما كانش خايف من آدم فعمل حراسة على شجرة الجنة. ده كان الترتيب المنطقي للأحداث، والدليل إن الشيطان كذاب وأبو الكذاب، وحضراتكم يا إما كذابين يا إما هابل لأنكم بتكرروا كلامه. دليل إن الشيطان كذاب إن آدم ما أصبحش سعيد بعد الخطية، بالعكس ده تاه وبكي وحزن وتوجع على فراقه من الله. الشيطان كلامه متحققش لأن آدم ما أصبحش سعيد ولا أصبح مثل الله. كل اللي حصل إن بقى يشوف الشر زي ما كان بيشوف الخير. هل لي سابق علم؟ هل لي معرفة؟ هل لي قدرات زي قدرات الله عشان يبقى صار كمثل الله تماما؟ طبعا الكلام ده ملوش أي أساس من الصحة. نيجي لخطة الفداء زي ما قلت لحضراتكم، والكل يعلم، مش هنطبل وخلاص. الكل يعلم إن كلام الملوك لا يرد، وإن لما بتتقال كلمة الملك محدش يقدر يغيرها ولا هو شخصيا. لو تفتكروا في التاريخ برضو في الإنجيل اللي هي بتستشهد وتاخد كلام منه، إن لما هيرودس أمر بقتل يوحنا المعمدان ما كانش قادر يسحب كلمته بعد ما عرف هيروديا كانت عايزة ايه بالظبط منه وطلبت منه الطلب دي، برغم انه حزن على يوحنا وما كانش عايز يموته، لكنه موته عشان قال كلمة. وكلام الملوك لا يرد، وده ما بينطبقش بس على هيرودس لكن على كل ملوك العصور. يعني الموضوع ما كانش مجرد انه يروح ياكل من شجرة الحياة والموضوع ينتهي ويتقفل على كده ويلا كخ ما تعملهاش تاني. الموضوع كان اكبر من كدته، وهو كسر وصية ربنا. كان لازم يتجسد. ليه كان لازم هو اللي يتجسد؟ ما يبعتش ملاك ولا حد من اولاد ادم. كان لازم اللي يفدي ادم يبقى انسان بشري، يعني لحم ودم. ما كانش ينفع الملائكة ولا كان ينفع حد من اولاد ادم لانه ورث الخطية. كان لازم في ملء الزمان يتجسد الله من البتول القديسة العذراء مريم. واللي أظن إن مفيش حد مسلم مختلف على إنه ولادة السيد المسيح من السيدة العذراء مريم كانت ولادة معجزية، لأنه اتولد بلا أب. يعني كل دمه وكل جيناته وكل صفاته من السيدة العذراء مريم سلام الرب عليه، يعني اتولد بدون زرع بشر. رضي إنه يحمل عن آدم خطيته وياخد عنه حكم الموت. مش بس كده، لأنه برضه هيفتح باب الفردوس لكل الراقدين على الرجاء. كل الناس الكويسين الأنبياء والناس الحلوة اللي جات عبر الأزمان، الناس دي دخلت الجحيم عشان خطية آدم. ربنا فتح باب الفردوس، فتح فرصة وادى فرصة لكل البشر الخطاة عشان يرجعوا ويتوبوا لله بدم السيد المسيح، لأن ليس بأحد غيره الخلاص. وبقولها لكم على الملأ، مفيش خلاص إلا بدم يسوع المسيح، له كل المجد، رب الأرباب وملك الملوك، هو الوحيد اللي الله الظاهر في الجسد. وللسيدة الأشقر حضرتك تقبلتي في العهد القديم إن الله يظهر كنار في العلاقة، وتقبلتوا إن الله يظهر كنور، وتقبلت كل حاجة. ده انتوا الأنبياء بتوعكم بتطلعوهم نور بدون ملامح في الأفلام، فما بالك الله خالق الكون هيصعب عليه إنه يتجسد في جسد إنسان؟ طبعا مش هيصعب عليه ولا حاجة. والحقيقة اللي هقولها للأشقر، انتوا ما بتوجعوش قلبكم في مقارنة الأديان، لأنه لو كده كنتوا هتدوروا على حد كبير يعرف يرد عليكم لو صحة الموضوع اللي كتبته وقالته على صفحتها ده حقيقة. لكن الكل يعرف طرق التوريط والإغواء والكلام اللي بيعملوه اللي على علم كل الناس وكل البشر عارفين. لأنه لو على العكس بدلنا الوضع وحد مسيحي في معرض الكتاب قعد مع بنتين صغيرين مسلمين وقعد يحكي في الدين ويوصف ويطلع كلامه، طبعا أكيد في شبهات هيقدر يحكي فيه، ما كنتوش هتبقوا مبسوطين.
وهقول لكم على حاجة آخر الكلام، ما على راسناش باطحة، واللي عايزين تقولوا قولوا. حبيت أوضح عشان ما ينفعش موضوع الساذج زيك دي إعادة مرور الكرام وتفتكر إنها هي كسبت بنط، ولا إن كلامها ده حقيقي. الكلام بتاعها ده ملهوش أي أساس من الصحة، وكلام ساذج وتافه جدا. أقل طفل في ابتدائي، أقل طفل في مدارس أحد يقدر يجاوب عليه. في النهاية أنا بشكر أستاذ رامي كامل عشان هو اللي عرض الموضوع على صفحته واللي خلانا نتكلم فيه. وما تنسوش لايك للفيديو وشيروه وسمعوا صوتنا لكل الناس، وطبعا مستنية ردود حضراتكم في التعليقات. أما اللي لسه بيسمعني بالصدفة لأول مرة على قناة البابا كرولوس وطماف إيرين يشترك ويفعل الجرس على الكل ليصلك المزيد من الفيديوهات الروحية والاجتماعية وفيديوهات الأخبار. في أي فيديو لازم تكتبوا طلبات الصلاة ونتشفع بالعذراء أم النور سلام الرب عليه، تفرحوا قلوبكم جميعا آمين. ومن جوا 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 قلبي، من جوا جوا أعمق قلبي يا رب، كل وقت تسمعوني فيه أو ما تسمعونيش فيه تبقوا مبسوطين فرحانين في أتم صحة وأحسن حال. يبارك مالكم وعيالكم، صحتكم وأرزاقكم آمين يا رب.